رايك باداء المنتخب العراقي؟ ما في منتخب، ماكو منتخب عراقي. في بدايه الشوط الاول كان ماكو من اول ثانيه، ماكو منتخب عراقي، اكو اتحاد فاسد، اكو مدرب فاسد، اكو لواعيب متواطئين مع الاتحاد فقط. والله بالنسبة لمنتخبنا بصراحة يعني أداءه بالشوط الأول كان يعني نوعا ما زين، بس الشوط الثاني لا ما في. يعني صح المنتخب الفلسطيني لعب هجومي مع الأسف يعني، وقدر الله ما شاء فعل. والله جزء يتحمل المنتخب. الاتحاد على المدرب، من الاتحاد للاعب. في اخطاء في التبديل؟ كله غلط. المنتخب الفلسطيني والله تستاهلون وروح رياضية عالية. مبروك للمنتخب الفلسطيني، والله لعبتوا لعب فدائي جدا الشوط الثاني، وهارد لك للمنتخب العراقي صراحة. بس كاساس المفروض ينقال، كاساس يطلع من هسه كاساس. والله الناس جايه من بغداد، ناس جايه من الصبح، الناس من الاربع العراقيه كلها، مع احترامي وحبي للجميع، بس هذا الجمهور ما يستاهل هاي الخيبه الامل. اليوم احنا بالنسبه لنا كمشجعين المنتخب العراقي اقول لك اياها وبكل صراحه بدون لف ودوران، اليوم احنا الحلم التاهل كاس العالم خلص انتهى بعد، لان احنا ويا كل الفرق ما نقدم اداء، خططنا صارت مكشوفه. شلون سبب التراجع بالشوط الثاني في رايك؟ سبب التراجع اللي هو المدرب ما قرأ المباراة بصورة صحيحة. الشوط الثاني كله كانوا الاخوان الفلسطينيين.